بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم طلابنا الأعزاء في الصف السادس الإعدادي. رجعنا وياكم بمحاضرة جديدة ودرس جديد من دروس التقوية للصف السادس العلمي والأدبي. أهلا بكم. سيكون شرحنا لهذا اليوم إن شاء الله تعالى هو شرح مفصل لأحكام التلاوة. أحكام التلاوة يعني انتبه عليه. أحكام التلاوة هي عبارة عن درجات مجانية. شلون درجات مجانية؟ درجات مجانية عبارة عن آية قرآنية ينزلها قدامك ويقول لك طلع لي أحكام التلاوة اللي بيها، اللي هي تتمثل بالنون الساكنة والتنوين. قبل لا ندخل بالتفاصيل، شو قد عليها بالامتحان الوزاري؟ عليها 10 درجات. هذا السؤال نعرفه زين. دائما ثابتة، نعم ثابتة، وكل دور هذه ما بيها نقاش وما بيها أي جدل. أحكام التلاوة عليها 10 درجات بالامتحان الوزاري لكل دور. تمام. أحكام التلاوة شرح مفصل، شرح شني؟ أنت راح تحل وحدك. شلون راح أحل وحدي؟ يعني هي كلها ما تسوى لها 10 دقائق. أنا أشوف مدرسين مسويها 4 محاضرات و5 محاضرات، شارح لك النون الساكنة ومفصل لك إياها، شارح لك التنوين وجايب لك حالات أمور أنت ما تحتاجها. أنت كإسلامية ما تحتاجها. وحتى بالعربي، إحنا بالعربي مال السادس هم ما نحتاج النون الساكنة. عندنا نون التوكيد الثقيلة والخفيفة باللغة العربية بموضوع التوكيد. لكن إحنا كتربية إسلامية أو كسادس إحنا ما نحتاج النون الساكنة. بحال شنو أشرحها وتشوفه منزل لك محاضرات هواي، 5 محاضرات 6، وشارح لك هواي أسئلة وزارية، هي ما تسوى هالكد. المهم على مود ما نطيل الكلام عليكم، أحكام التلاوة طبعا نطلع ورقة مسودة وورقة إحنا نحل بيها. أني أحتاج جدول إنه أني أسويه وأحل على ضوءه، وهو سيتمثل بالكلمة. حاطه شلون حلو. الكلمة حكمها السبب. الكلمة حكمها السبب. زين، تعطينا مجال. أنت لا فهمتني شنو الكلمة، ولا فهمتنا شنو حكمها، ولا فهمتنا السبب شنو، وأنت قبل راح طول الموضوع. لا، هذا راح يكون حل إلنا بنهاية المحاضرة، راح نتدرب عليه. أما إحنا راح نسولف وين؟ راح نسولف هنا وهذه المسودة. أحكام التلاوة على مود أنا بسطها عليك وما أسويها عليك هوسة. أنت لازم تستخرج لي النون والتنوين. خلينا نكتبه بالعربي، التنوين. أنا أحتاج نون ساكنة وأحتاج تنوين. غير ذني أحتاج؟ لا، ما أحتاج. فقط أنا أريد بلون مغاير نون ساكنة تنوين. هذن وين ما ألقاهن أستخرجهن. هو الكلام حلو، وين ما ألقاهن أنا أستخرجهن. لكن ركزوا وياي، قلت لك نون يا نون، النون الساكنة. النون الساكنة، النون اللي عليها شدة ما أحتاجها. ما واضح أعتقد. يروح ويجي، ما واضح. تمام. أعتقد جيد. صح، ترتفع حرارة الجهاز. لا خليه. المهم قلنا أنا أستخرج نون ساكنة وأستخرج تنوين. أستخرج نون ساكنة وأستخرج تنوين، بس مو كل نون. شاشني النون عليها فتحة ما أستخرجها، النون اللي عليها اللي جواها كسرة ما أستخرجها، النون اللي عليها شدة ما أستخرجها. أنا أريد نون ساكنة ما عليها أي حركة. مثلا كلمة ينفقون. ينفقون، هنا أنا أكو شدة، فتحة، كسرة إلى آخره، ماكو. لا أكو شدة، لا أكو فتحة، لا أكو كسرة. كان المن ما مستخرج أستخرجها. ليش؟ لأنه نون ساكنة. خوش، هسه نون ساكنة افتهمناها. يابا شكو كلمة تنتهي، مو تنتهي، شكو كلمة بيها نون ساكنة استخرجها.
بس شلون استخرجها؟ استخرجها او استخرج الكلمة اللي وراها. هسه مثلا ينفقون زائد كلمة، بالحقل مال الكلمة اكتب ينفقون واكتب الكلمة اللي ورا ينفقون. ليش؟ بعدين اقول لك. ستش عليك الحاشي بالتدارج، اعطينا صبر، اعطينا مجال. ينفقون استخرجها واستخرج الكلمة اللي وراها. جيد، استخرجت وراها. ايش اسوي؟ نون الساكنة تمت، ايش بقالي؟ التنوين. انت تعرف التنوين شنو؟ تنوين الكسر، تنوين الجر، تنوين الضم، تعرفه. هذا شنو؟ تنوين ضم. هذا شنو؟ تنوين كسر. هذا شنو؟ تنوين فتح. انت التنوين تعرفه. فمن اقول لك مثلا عليم، هاي شنو؟ هذه كلمة بيها تنوين. هذا شنو؟ هذا تنوين. خلص، كلمة بيها تنوين ايش اسوي لها؟ استخرجها. مثلا كلمة إن مثلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى نهاية الآية. وأي آية إيش لقيت هنا؟ نون ساكن. استخرج لي هاي الكلمة. إيش منتظر؟ استخرج لي هاي الكلمة اللي بيها إن. وبعد إيش تستخرج؟ تستخرج الكلمة اللي وراها. كلام ما بي أي تعقيد. لقيت نون ساكنة، تستخرج لي إياها. هاي الكلمة مو تستخرج لي بس النون، تستخرج لي الكلمة اللي بيها النون وتستخرج لي الكلمة اللي وراها. تستخرج لي الكلمة اللي بيها نون وتستخرج لي الكلمة اللي وراها. التنوين نفس الشيء. هذا التنوين إنسان خط شلون ما كان بعدنا سنة. التنوين استخرج الكلمة اللي بيها تنوين واستخرج الكلمة اللي وراها. ليش؟ بعدين راح أقول لك. هسه احنا أحكام التلاوة تتمثل عندي بنون ساكنة وتنوين. نون ساكنة وين ما ألقاها بأي كلمة استخرج الكلمة اللي بيها نون ساكنة واستخرج الكلمة اللي وراها. وإذا لقيت كلمة بيها تنوين استخرج هاي الكلمة اللي بيها تنوين واستخرج الكلمة اللي وراها. هسه الكلام واضح والكلام سهل. جيد جدا. هذه أول فقرة وهذا أول حقل مليانة. بقى بس نعرف أحكام النون الساكنة والتنوين. هاي النون الساكنة أثار بها أحكام، والتنوين هسه النون الساكنة والتنوين نفس الأحكام واحدة، يشتركن بالأحكام. هسه أنا خل أجي هنا أعرف شنو هي الأحكام 4. خل أعرفهن شنو وأطفي المحاضرة وأقول لك فيما لا عم أنت روح أخذ درجة كاملة بالنون بأحكام التلاوة بالتربية الإسلامية. عندنا أولا مشكلة أنا يسراوي فمن قاعد أكتب ما قاعد يبين. خل أجي منه. أولا عندنا الإظهار. الإظهار به حروف. يعني أقدر أقول هنا يا الإظهار له حروف متجمعة بكلمة أخي هاك علم حازه غير خاسر. أول حرف من هذه الكلمات أخي الهمزة أو الألف، هاك الهاء، علم العين، حازه الحاء، غير فقط الغين، خاسر فقط الخاء. يعني أخي الهمزة أو الألف، أخي هاك الهاء، علم بس العين، حازه الحاء، غير حرف الغين، خاسر حرف الخاء. تريد تحفظهن على وزن أخي هاك علم حازه غير خاسر، تقول لا أنا أريد أحفظ ألف هاء عين حاء، براحتك. أنا أفضل لك أخي هاك علم حازه غير خاسر أول حرف من هذه الكلمات. زين أنا ما فهمت شنو ذني، اعطينا مجال. ثانيا من الأحكام الإقلاب. راح تفتهم جدا جدا سهل، راح تفتهم. له حرف واحد، له حرف وهو حرف الباء. حرف الباء. شوف، لقيت نون ساكنة أو لقيت تنوين،
أنا ليش استخرجت الكلمة اللي وراها؟ أول حرف من الكلمة اللي وراها، أول حرف من الكلمة الثانية، إذا لقيت ألف هاء عين حاء غين خاء، هذن إذا لقيتهن فالحكم إظهار. أما إذا لقيت باء فالحرف إقلاب، فالحكم إقلاب. كل شي ما افتهمت انتبه علي. كلمة مثلا من بعض، خلينا نجي هنا واضح أي جيد. من بعض، طبعا بالقرآن تلفظ من بعض، هسه احنا ما لنا شغل بهذا الحكي. هذه شنو؟ هذه نون ساكنة. ايش سوت؟ استخرجتها، استخرجت الكلمة كلها. وش استخرجت؟ استخرجت الكلمة اللي ورا النون الساكنة. أول حرف من الكلمة الثانية اللي ورا النون الساكنة، أول حرف شنو؟ باء. الباء من يا حروف؟ حروف الإقلاب. إذن شنو حكمي؟ إقلاب. ها شنو؟ بهاي السهولة. نعم بهاي السهولة، وهاي السهولة، وبهاي البساطة. نون ساكنة، استخرجت الكلمة اللي بيها نون ساكنة، هذه كلها استخرجت الكلمة اللي بيها نون ساكنة، واستخرجت الكلمة اللي وراها بالضبط، اللي تتليها، اللي تجي وراها، اللي تجي بعدها، لزق بيها لزق. شلون عرفت إقلاب؟ أحد حروف الإقلاب يجي ورا من ورا النون الساكنة. في أمان الله، في أمان الله. جهة الوضعية. هذا هو الأحكام التلاوة، هاي هي أحكام التلاوة من الأخير. خوش حكي. هسه احنا افتهمنا الإظهار، بس الإظهار ما أخذنا عليه مثال. خلنا ناخذ المثال على الإظهار. تمام. خلنا ناخذ تنوين مثلا. وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن. كاتب أن. تمام. كاتب أن، هذه شنو؟ كلمة شبيهة بيها تنوين. استخرجت الكلمة بيها تنوين. أنا ما أستخرج بس الكلمة اللي بيها تنوين، أستخرج الكلمة اللي بيها تنوين وأستخرج الكلمة اللي وراها. شنو الكلمة اللي وراها؟ إن، ما علي بيها. أول حرف من هاي الكلمة شنو؟ ألف. ألف من يا حروف الإظهار. إذن شنو الحكم؟ إظهار. وبهاي البساطة وهاي السهولة استخرج الكلمة. لحيت أنا أنت كلش لحيت، باو علي، أنت كلش لحيت وشلبت بيها شليب ماكو هيك. هي أنت قاعد تقول لي كلام واضح وسهل، لا ظل تعيده. كلمة بيها نون ساكن استخرج الكلمة كلها واستخرج الكلمة اللي وراها. خوش حكي. الكلمة اللي وراها أول حرف من حروف الإظهار أقول إظهار، من حروف الإقلاب أقول إقلاب. 3 الإدغام. قاعد يتحرك أعتقد الإدغام. الإدغام بها قسمين، بها بغنة وبها بغير غنة. طبعا خطي أنا هيك شي لأنه أنا يسراوي وقاعد أكتب بطريقة تعبانة يعني. المهم شوي لو أدنيها مو أفضل على مود أرتاح بالكتابة، ولو أنا أريد كل شي يبين هنا. المهم بغنة بها حروف وغير غنة هم حروف. شنو حروفها وشنو حروفها؟ بغنة كلمة ينمو، الياء والنون والميم والواو، وهنا الراء واللام. شنو؟ هو مو صعبة. إدغام لو بغنة لو بغير غنة. إدغام بغنة إذا لقيت يا الكلمة اللي وراها. هسه بعد شنو أنا أبدأ أعلمك. استخرجت النون الساكنة أو التنوين، الكلمة اللي وراها ما طلعت لا من حروف الإظهار ولا من حروف الإقلاب. إذا لقيت وحدة من حروف الإدغام بغنة تقول له يا بحكم إدغام بغنة. وإذا لقيت
أحد حروف الإدغام بغير قلنا شنو؟ بغير غنة. تقول له إدغام بغير غنة. خو الوضعية سهلة. خلينا نشوف شو يسمونه طبعا أنا قدامي يعني مو قرآن، لا قدامي أسئلة وزارية. تمام. عندنا كلمة أن يكفروا. أنا هذا شنو عشوائي. هسه بنهاية المحاضرة ايش راح أسوي؟ راح أنزل أو مو أنزل أسئلة وزارية أو نسخة وزارية عشوائية لا على التعيين، وأحلى قدامك على مود أنت ترتاح من الأخير. خوش حكي. لأن هسه أنت قاعد تتلكى تحس شنو هذه، شنو حروف، شنو كلمة اللي وراها. من راح أحني قدامك نسخة وزارية أنت راح تطمئن اللي بعدها هي. أنا أريد شنو تعطيني نسخة وزارية حلها قدامي، أحلها قدامك بعد انتهى الموضوع. أن يكفروا ايش لقيت؟ نون ساكنة. ايش أسوي لها؟ أستخرجها. الكلمة اللي بيها نون ساكنة أستخرجها. وش أستخرج؟ أستخرج الكلمة اللي وراها. شنو الكلمة اللي وراها؟ ياء من حروف الإظهار؟ لا. من حروف الإقلاب؟ لا. من حروف الإدغام؟ خلينا نشوف بغنة لو بغير غنة. ينمو الياء هذا. الياء من يا حروف من حروف الإدغام بغنة. إذن شنو حكمه؟ إدغام بغنة. أدري بيك أنت هسه شوي قاعد تتلكى أو تحس نفسك ما قاعد تفهم. بالتدارج. تمام. أو مثلا نشوف لكم آية. تمام. ما يفتح الله للناس من رحمة. تمام. نفس الكلام نون ساكنة أستخرج الكلمة اللي وراها أستخرج الكلمة اللي بيها نون ساكنة وأستخرج الكلمة اللي وراها. أول حرف من الكلمة اللي وراها من يا حروف الإظهار لو الإقلاب لو الإدغام. من حروف الإدغام بغير غنة اللي هن الراء واللام. شنو حكمي؟ شوف هسه بسرعة صرنا. ليش؟ الوضعية صارت سهلة بغير غنة. اكو حكم أخير ما راح أدرس لك إياه ولا راح أعطيك حروفه. شنو هو؟ وهو يسموه الإخفاء. شنو هذا الإخفاء؟ الإخفاء إذا ما لقيت لا حروف الإظهار ولا حروف الإقلاب ولا حروف الإدغام بغنة وغير غنة تقول حكمه إخفاء من الأخير. سهل الوضعية. خلينا نعطيك آية. وين بسم الله الرحمن الرحيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. في قلوبهم مرض فزادهم. تنوين استخرج الكلمة اللي بيها تنوين والكلمة اللي وراها. تمام. أول حرف من الكلمة اللي وراها فاء من حروف الإظهار؟ لا. من حروف الإقلاب؟ لا. من حروف الإدغام؟ هم لا. إذن من حروف الإخفاء. جدا سهل الوضعية. هسه احنا عرفنا. باو علي اشرح لي من البداية اشرح لي من أول دقائق. صار لك 18 دقيقة السولف شرحت لنا أحكام التلاوة. نون ساكنة أستخرجها واستخرج الكلمة اللي وراها. والتنوين أستخرجه واستخرج الكلمة اللي وراها. مثل كلمة ينفقون استخرج بها نون استخرجتها واستخرجت الكلمة اللي وراها. إن الذين استخرجت هاي نون ساكنة استخرجت الكلمة اللي بيها نون ساكنة واستخرجت الكلمة اللي وراها. قلت لك الأحكام. يعني مثلا هنا أنا أول استخرجت الكلمة اللي بيها نون ساكنة. الكلمة اللي ورا النون الساكنة الكلمة اللي ورا النون الساكنة هاي الكلمة اللي ورا النون الساكنة اللي هي كلمة بعض. أول حرف منها باء. الباء من حروف الإقلاب فقلت هذا حكم إقلاب. كاتب بها تنوين استخرجت الكلمة اللي بها تنوين. الكلمة اللي وراها أول حرف من عندها بس أول حرف ما تروح على غير حرف. أول حرف شنو؟ ألف من يا حروف الإظهار فقلت الحكم إظهار. إن يكفرون إن نون ساكنة استخرجت الكلمة اللي بيها نون ساكنة والكلمة اللي وراها أول حرف من الكلمة اللي وراها ياء. ما مبينة هيك أفضل. همزين انتبهت. نون ساكنة استخرجتها
واستخرجت الكلمة اللي وراها. أول حرف من الكلمة اللي وراها طبعا كلمة يكفر، أول حرف من الكلمة اللي وراها ياء. الياء من ياء حروف من حروف والشني إدغام بشنو؟ إدغام بغنة، فقد حكم إدغام بغنة. من رحمة، من نون ساكن بها نون ساكن، استخرجت النون الساكنة واستخرجت الكلمة اللي وراها. أول حرف من الكلمة الثانية شنو؟ الراء من ياء حروف من حروف الإدغام بغير غنة، من حروف الإدغام بغير غنة، فقط إدغام بغير غنة. عندي هنا مرض فزادهم، مرض بها تنوين، استخرجتها واستخرجت الكلمة اللي وراها. الفاء اللي هو أول حرف من الكلمة اللي وراها، الفاء لا من حروف الإظهار ولا من حروف الإقلاب ولا من حروف الإدغام بغنة وغير غنة، إذا إخفاء. انتهت الوضعية. هسه خلينا نحل سؤال وزاري وننهي المحاضرة على بركة الله. شوف هاي الكلمة حكمها السبب، أول ما كتبتها هسه أجي دورها. لو هنا أنا مسوي يلا بعد الكلمة حكمها السبب. لا على التعيين مثلا نسخة 2019 الدور الأول على سبيل المثال. هذه 2019 الدور الأول، أعتقد داخل القطر هذه. نعم شوف، بسم الله الرحمن الرحيم. وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله. آية ثانية، بسم الله الرحمن الرحيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم. صدق الله العلي العظيم. أجي هسه على كيفي، وين ما ألقى نون ساكنة تنوين استخرجها. وليكتب ماكو نون. بينكم أستاذ، هاي أنا مو أستاذ، خوش أنا مو أستاذ. هاي بينكم مو بيها نون؟ أقول لك لا، مو هاي قدامي بيها نون، لا مو نون يا معود، بس ركز، هاي مو بيها نون، اي بيها نون بس نون مفتوحة، انا اريد نون ساكنة. شكرا، عفوا. كاتب، هذا شنو؟ هذا تنوين، كاتب، تعال استخرج لي اياها. كاتب، اريد توضح يعني، اعتقد هيك جيد، ما اعرف اكتب هيك. كاتب، الاحمر يفيد اذا اكتب من بعيد. كاتب، سوت استخرجت الكلمة اللي بيها تنوين، استخرج الكلمة اللي وراها. كاتب بالعدل، كاتب بالعدل، شنو حكمها؟ اوقف. استخرجت الكلمة بيها نون، بيها تنوين. اول حرف من الكلمة اللي وراها شنو هو؟ الباء. اول حرف من الكلمة اللي وراها شنو؟ باء. باء من يا حروف، الباء من يا حروف، حروف الاقلاب. اذا شنو الحكم؟ الحكم اقلاب، الحكم اقلاب. ليش اقلاب؟ ايش اقول له؟ اقول له لمجيء حرف الاقلاب، ركزوا وياي بالسبب، ما اشرح ثاني لان هو سهل ما يحتاج شرح. هذا ليش اقلاب؟ لان حرف الاقلاب يجي ورا التنوين. في امان الله، في امان الله. لمجيء، بالازرق افضل، لمجيء حرف الاقلاب، لمجيء حرف الاقلاب شنو؟ الباء بعد التنوين. تمام، هذه اولا. هو شوف، هو دوم دائما يريد 5. عسى ما مسطر لك 100 حكم انت تطلع لي بس 5. خوش حكي، جيد. ثانيا هسه هاي كاتب بالعدل، كاتبون بتنوين بالعدل، ولا بين جيد، ولا يأبى كاتب أن، كاتب بها تنوين، تعال اكتبها جاش منتظر. كاتب أن
كلمة بها تنوين استخرجتها واستخرجت الكلمة اللي وراها. أنا طولت كل شيء ما تسوى، لكن فصلتها تفصال مرتب. كلمة تنوين استخرجت الكلمة بها تنوين والكلمة اللي وراها. أول حرف من الكلمة اللي وراها ألف. الألف من يا حروف؟ من حروف الإظهار. إذن شنو الحكم؟ إظهار. أعيد. استخرجت الكلمة بها تنوين والكلمة اللي وراها. خوش حكي. أول حرف هو هذا الشرط. أول حرف من الكلمة الهاي مو تنوين. أول حرف من الكلمة الثانية شنو؟ ألف. ألف من يا حروف؟ من حروف الإظهار. إذن شنو الحكم؟ ألف من يا حروف الإظهار. الحكم إظهار. السبب لمجيء حرف الإظهار اللي هو الألف، تمام، بعد التنوين. بعد التنوين، تمام، لما يجي حرف الإظهار الألف بعد التنوين. راح تصير رابط ماي صوتي بلاعي من الحكي قام توجعني. المهم شلون عرفت إظهار؟ لأن أول كلمة أول حرف من الكلمة الثانية ألف. الألف من يا حروف؟ من حروف الإظهار. خوش حكي. إذن استخرجت 2 3. ولا يأبى كاتب إن كتبناها كاتب أن. شوف أن يكتب نون أن، مو أن أو إن شدة وكذا، لا، نون ساكنة مبينة حتى حركة ما أخللها، فأجي أكتبها أن يكتب. أن اللي هذه الكلمة بها نون ساكنة والكلمة اللي وراها أن يكتب، مو أن لو إن، لا، أن يكتب أو أن يكتب. ما عندي مشكلة أنا بالكلمة يحاسبون يعني. أن يكتب. إيش استخرجت الكلمة اللي بها نون ساكنة والكلمة اللي وراها؟ أول حرف شنو؟ يا. أن يكتب. أن يكتب شنو؟ يا. الياء من يا حروف؟ من حروف الإدغام. يا إدغام بغنة. إذن شنو الحكم مالتي؟ الحكم مالتي إدغام. شوية هيك على مود أنا بس على مود يبين من أنا أكتب، ما أريد أغطي إيدي كلها. إدغام بغنة، تمام. السبب لمجيء حرف الإدغام بغنة بين قوسين يا حرف الياء بعد النون الساكنة. هسه اجى ورا النون الساكنة فكتبت بعد النون الساكنة، بس قبل شوية اجى ورا التنوين فكتبت بعد التنوين، تمام. الحمد لله صارت هذيك الملاقي 4. هسه خل الوضعية صارت سهلة. أن يكتب كما علمه الله ما بها شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. في قلوبهم مرض. عفوا جدا اعتذر على الصوت اللي طلع. في قلوبهم مرض كلمة بها تنوين. فزادهم الله مرضا. مرض فزادهم. إذن شنو اكتب كلمة اللي وراها؟ مرض فزادهم. مرض بها شنو؟ تنوين. استخرجت الكلمة اللي وراها. أول حرف من الكلمة اللي وراها شنو؟ الفاء من يا حروف؟
الفاء من حروف الإظهار؟ لا. من حروف الإقلاب؟ لا. من حروف الإدغام؟ لا. إذن إخفاء حي على الصلاة. إي أدري، لا أنت من حروف الإظهار، ولا أنت من حروف الإقلاب، ولا أنت من حروف الإدغام. شلون من يا حروف؟ أنت من حروف الإخفاء حي على الصلاة. والله قول لي مجيء حرف الإخفاء بين قوسين شنو؟ الفاء، حرف الفاء بعد التنوين. بقى بس واحد، حتى لو قلت لك حتى لو ينطيني 100 أنا المهم طلع لي بس 5. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم. عذاب إيش بيها تنوين. عذاب كلمة اللي وراها أليم. عذاب تنوين. استخرجت الكلمة هاي، استخرج بالكلمة اللي وراها أليم. طبعا أليم يعني هنا أكو همزة. أليم أول حرف شنو؟ الألف. الألف من يا حروف أستاذ بدون ما تقول لي إظهار. ليش؟ أستاذ انعاد علي أكثر من مرتين 3. الألف من حروف الإظهار انعاد علي فقمت تحفظهن. أنت هيك تقوم بالممارسة تقوم تحفظ بعد أكثر، يعني بدون ما تصير ورقة قدامك. إظهار. السبب لمجيء حرف الإظهار، لمجيء حرف الإظهار اللي هو الألف. 500 ما أجا بس الألف بعد من؟ بعد التنوين. هو ورا من إجا هذا أليم، ورا من إجا ورا التنوين فقد التنوين. أما هنا قلت لما يجي حرف الإدغام بغنى بعد النون الساكنة، فعلا هذا اللي إجا ورا النون الساكنة ما إجا ورا التنوين. فهو إذا هذا الحرف إجا ورا تنوين أقول بعد التنوين، وإذا إجا ورا نون ساكنة أقول ورا النون الساكنة. خلص خلصنا. هاي شنو بهاي؟ نعم بهاي سهولة. أكو بعد محاضرة؟ ماكو بعد محاضرة. أنت من بعد هاي المحاضرة أنت مؤهل إنه تحل أي نسخة وزارية. نعم أي نسخة وزارية. أعتقد سنة 2017 ما أعرف إذا الدور الأول أو الدور الثاني. تمام ما أدري والله. خل أشوف أنا يمكن عندي إجت صعبة. تمام وأنا متأكد إنه أنت هسه راح تقدر تحلها. وكذلك نسخة 2026 الدور الأول، النسخة اللي أنا امتحنت بيها 2017 وصلت لها. لا مو خارج القطر، داخل القطر. 2017 دور أول. لا ما أتذكر أمانة. هي جت بال 2017 أنا ما أعتقد، لكن جت بال 26 الدور الأول اللي النسخة اللي أنا امتحنت بيها. تمام اجتي هذه من أصعب النسخ. شنو اللي جل بيها اللي يدوخ؟ إنه آية قرآنية، بسم الله الرحمن كلام آية قرآنية، وهذا الدائرة اللي بين الآيتين وهنا هذه اجت شنو بيها؟ نون ساكنة. عفوا هنا اجى تنوين وهنا اجى حرف، فأنت لازم تستخرج هذا الحرف اللي بيه تنوين أو هاي الكلمة اللي بيه تنوين، والكلمة اللي وراها هي مو نهاية آية، الكلمة اللي وراها أول كلمة هنا. يعني هذه كأنما أنت ما قاعد تشوفها، هذا اللي بيها رقم هنا تمام كأنه ما قاعد تشوفه. فقط هذا اللي شوية غير، يعني غير الطلاب، وشوية طلاب اختلفت وضعيتهم وكذا وكم منهم أجلوا. تمام فقط على هاي السالفة لا أكثر ولا أقل. إلى هنا طلابنا الأعزاء، إخواني خواتي خوتتي وصلنا وياكم إلى نهاية المحاضرة. أتمنى ما قصرت وياكم، جدا تعبت يشهد الله. هاي نون الساكنة جدا سهل، هذا أحكام التلاوة مال السادس جدا سهلة. إن شاء الله إذا الله وفقني إن شاء الله تعالى راح أنزل لكم منهج اللغة العربية مال السادس إن شاء الله تعالى. فأتمنى وقلنا هذا صدقة جارية، لا أريد اشتراك ولا أريد لايك، بس كل اللي أريده إذا تريد تساعدني تشارك المقطع يم جماعتك، يا تعرف صاحبك شوية عنده ضعيف بأحكام التلاوة كذا تدز له المقطع، وأكون ممنون جدا من عندكم إنه تشاركون المقطع لمدة الطلاب
توصل إلى هاي المحاضرات. إلى ذلك الوقت هذه أحلى تحية مني، خادمكم أبو الحسن موفق. دمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.